بنت بتتعقد وبتفضل لابسة صندوق في دماغها بسبب عقدة نفسية عملها لها طفل متنمر في مدرستها الابتدائية زمان. انتوا بتسمعوا محمد شمس وده فيلم من الاخر، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب المتين. منم بنت خجولة جدا وبيكون عندها اقتناع ان وشها شكله وحش ولازم تغطيه علشان ما تأذيش حد بشكلها، وكمان بيكون بقالها 3 سنين ما بصتش في المراية، وبتكون اسرتها مكونة من ابوها بون واخوها بلاون اللي بيعمل مصايب كتير جدا، بس بيقدر يطلع منها لما بيلفت نظر ابوه لحالة اخته المعقدة. وبنكتشف ان منهم كاتبة وليها متابعين كتير قوي على السوشيال ميديا، لكن بتعمل اسم مستعار. وبنعرف انها وهي في المدرسة الابتدائية كانت معجبة بزميلها، لكن شلة المتنمرين بتوع المدرسة بيعرفوها انها اوحش بنت في الكون كله، وانها لازم تغطي وشها باي حاجة علشان الناس ملهمش ذنب يشوفوا شكلها الوحش ده. ومن ساعتها وهي بتتعلم في البيت ورافضة ان هي ترجع للمدرسة تاني، ولما بتلعب برا البيت بتلاقي واحد بيكلمها فبتاخد كيس وتحطه على وشها علشان ما يشوفهاش. ومن ساعتها وهي لابسه صندوق ورق على دماغها وما تخليش حد يشوفها خالص حتى لو ابوها او اخوها. وبيروح بوم بعدها للدكتوره النفسيه اللي بتتابع حاله منم علشان يلاقي حل لبنته، وبتعرفه ان بنته ممكن تتعالج علشان في حالات اصعب منها بكتير وهي العزلة التامة، يعني مش بيكلموا حد خالص لكنها هي بتكلم بون وبلاون ابوها واخوها، وده بيديها امل للعلاج. وفي وقت العشاء بيعرف بون بنته منم انها هتروح المدرسة تاني من بكرة، لكنها بترفض علشان زمايلها هيتريقوا على شكلها والصندوق اللي على دماغها. وبلاون بعدها بيروح لغرفتها علشان يساعدها في تزيين صندوق جديد هتحطه على دماغها، وبتشيل الصندوق القديم من على دماغها. وبيتفاجئ اخوها ان شكلها لسه حلو زي زمان، ولكنها برضو بتصر ان هي تلبس الصندوق المتزين. وتاني يوم في المدرسة الكل بيتريق عليها، لكن في شاب بخوذة بيقرب منها ويقول لها ان اسمه منتون، لكنها بتسيبه وبتمشي. وبتخبط بعدها في زيرو وشلة المتنمرين بتوع المدرسة واللي عايزينها تخلع الصندوق من على دماغها، لكن منتون بينقذها من ايديهم. وبيتحدى زيرو بعد المدرسة، ومنهم بعدها بتفضل تتعرض للتنمر من زمايلها حتى في وقت الغداء، لكن منتون بيقرب منها وبيأكلها من الاكل بتاعه. وبعد المدرسة زيرو بيتحدى منتون، لكن الشرطة بتوصل فبيهرب زيرو وبياخد منهم معاه وبيخلع الصندوق من على دماغها بالعافية. ولما بيشوفها بيتصدم من جمالها، بس هي بيغمى عليها وبتفوق تاني مرة في المستشفى. واول ما تلاقي ان مفيش حاجة على دماغها بتفضل تصرخ لغاية ما يجيبوا لها كمامة وبتلبسها. ولما بترجع المدرسة بتضرب زيرو بالقلم علشان اللي عمله، ولما بيشيل الكمامة من عليها بيتدخل منتون وبيتخانقوا هما الاتنين. وزيرو بيقول لمنتون انه شاف منم وان هي وحشة جدا فاحسن ليه يبعد عنها. وبنكتشف ان زيرو هو كمان معجب بيها، والمرة دي بترجع بيتها وبتحبس نفسها في اوضتها. وبيروح زيرو علشان يعتذر لها لكنها بترفض تقابله اصلا. ولما بيوصل منتون تاني يوم الصبح بتطلع له بس بالكمامة وبيديها هدية صندوق على شكل بطة علشان ترجع بيه المدرسة تاني. ولما بترجع تاني بتتفاجئ بان الطلبة اللي ظلمهم زيرو بالتنمر بتاعه بيروحوا لها ويطلبوا منها ان هي تخلي زيرو يعتذر لهم ويبطل يضايقهم في الراحة والجاية. بتروح منهم بعدها لزيرو وبتطلب منه انه يبعد عن زمايلها، فبيوافق بس بشرط انها تشيل الصندوق من على راسها وتخلي الكل يشوف شكلها. وبيكون في شباب كتير وبيصوروا، والمدرسة كلها بتشوف منهم وبتعجب بجمالها وبيستغربوا ان هي لابسة الصندوق على دماغها طول الفترة اللي فاتت دي. وبعدها بيتشهر الفيديو بتاعها والتعليقات بتبقى ايجابية عليه، غير ان زيرو بيرجع لها البيت وبيعتذر لها كمان. وبترجع تاني تبص في المراية من مدة كبيرة جدا، ومن ساعتها وهي بتخرج وهي مش مخبية وشها ومقتنعة ان هي جميلة. ولحد هناك وخلص فيلمنا، وتنسوش بقى اللايك شير سبسكرايب فيلم الاخر عشان يوصلكم كل جديد.